يلا يا جماعه، كباب وكفته اهو. والنبي ناولين الطحين. والله كلفتي نفسك. ورثه بقى. لا هو بس مش حوار ورثه، حوار انا مش عايزه اكل لوحدي. يا حبيبتي يا كارمن، وليه بس تاكلي لوحدك؟ انا موجوده. يبقى تعالي كلي معايا. انا كده كده ماما قاعده كام يوم وهتمشي لما تخلص موضوع على الوقت. ما انت خلاص بجد واخده القرار؟ فكرتي طب بالعقل؟ ايوه انا واخده القرار ومفكره بالعقل. وبعد اذنكم انا مش عايزه اتكلم في اي حاجه، انا اصلا تعبانه وعلى اخري. انا جايه اقعد معاكم عشان افك معاكم شويه واغير من جو البيت وبطل تفكير. وامجد كده كده جاي النهارده يخلص كل حاجه مع ماما. لا طب خلاص تعالوا نتكلم في موضوع تاني. ايوه يا جماعه، احنا كلنا فينا اللي مكفينا، فخلاص بقى. انت اي وقت جعانه وعايزه تاكلي تعالي كلي معايا، انا اصلا دلوقتي بقيت باكل كل ساعتين. يا سلام، طب ما تجيلي البيكري، ما انا في لوحدي برضه في البيكري. شكلكم حلو قوي وانتم متجمعين. كنتوا فين بقى لما كنت انا لوحدي ومش لاقي حد يعبرني؟ اخلعي انت بس من امير الشعراء بتاعك ده وشوفي احنا هنعمل ايه. هي بصينا اللي بتقوليه ده، احنا لازم نحترم قرارها حتى لو كلنا معترضين عليه. حتى لو عملته من ورانا؟ يا جماعه انا كفايه تبكيت فيها. سيبوها، هي هتعرف الصح لوحدها، دول بس وقتها. صح، محدش يدي الامان لراجل. بقول لكم ايه، تيجوا نراقب مالك. يوه، مراقبه تاني؟ ارحمونا بقى. انتي بالذات اسكتي يا دينا، انتي الوحيده اللي جوازتك متلصمه. انا معرفش هو مستحملك ازاي بهرموناتك دي. لا معلش اسمحوا لي اعترض. تعالي. ايوه قولي لي. الست الشاطره ما تقعدش تشك وتراقب، الست الشاطره لازم من الاول تبقى مسيطره. ايوه يعني اعمل ايه؟ يعني تحاصريه، ما تخليهوش يفكر غير فيكي. مبروك يا جماعه، جروب السناجل هيزيد واحده. دينا هتنضم لنا بعد ما ادت ودنها للاستاذه هاله. طب يلا ناكل ولا ايه؟ يلا. ناكل احسن. يلا سيبيه. كلي. وفضلت تزعق وقالت لي هجيب لكم جوزي يكسر العياده. طب وطلبت لها الامن؟ ما رضيتش بقى، قلت بلاش مناظر في العياده. انا مش فاهم بابا بيعمل المناظر دي ليه عمليات. طب هتقولي له؟ لا حرام اقلقه، هو كده كده جاي من السفر وهيعرف. بس شكلها ست شرشوحه. طب بقول لك ايه، المره الجايه لو الست دي جت كلميني على طول، وبالذات لو جابت جوزها. ايه شغل البلطجه ده؟ ليه؟ وانت فاكر ان انا شويه؟ ده انا رفعت لها حته حاجب، لقيت الست كشت كده ورجعت لورا. وبعد كده رحنا لكارمن طلبنا كباب وكفته. ايه مالك، انت تعبانه؟ عايزه ارجع. انا دلوقتي ما بقتش غير عايزه ارجع او عايزه اكل. لا ده عادي خالص، في الشهر الرابع. رندا برضه كده. رندا مين؟ رندا اللي معايا في الشغل، هي برضه حامل زيك كده وفي نفس الشهر، بس ده بقى تاني بيبي ليها. هي بتقول انها يا الا بتاكل يا الا بترجع زيك بالظبط، بس ده عادي في الشهر الرابع. فكرتني جايبه لك هديه. ايه ده؟ ايه الهديه اللي نازله تريش دي؟ تحطها على المكتب اول ما تروح الصبح. I love my wife. طب اشمعنى ما جبتهاش مثلا معا الى الابد؟ عندك مشكله؟ عجبتني. لا هو ده الحاجب اللي انت رفعتيه للست؟ ايوه هو. ماشي. اول ما توصل تحطها على المكتب. حاضر. عايزين كريمات للشعر. طلاقه ليها مش هيصلح اي حاجه من اللي اتكسرت ما بيننا. طب والقعده رست على ايه؟ ماما محكمه رايها ان مفيش طلاق، بس قالت له انه لازم يطلق الزفته دي. انا مش عايزاه، انا مش عايزه حتى ابص في وشه تاني. طب والنبي ما تعيطيش بقى. انا بعيط عشان حاسه ان كله بيضغط عليا، كاني مش بني ادمه. امجد عمال يضغط عليا وبيقول عادي، غلطه، ما كل الناس بتغلط ومفروض ان انا سامحه. وماما عماله تضغط عليا عشان مش مستوعبه ان بنتها ممكن تبقى مطلقه، وكمان مش هيلاني ذنب ان بابا لو حصل له حاجه. وبنتي عماله تسال ابوها فين. كله بيضغط عليا ومحدش حاسس بيا، وحتى أنا مش قادره اقول انا حاسه بايه يا دينا. اعملي اللي انت حاساه. بصي يا نهله، انا اكيد ما اتمناش انك تتطلقي وبيتك يتخرب، بس انت ادرى بنفسك. انت عقلتي اخيرا ولا ايه؟ يعني خلاص مش هتقولي رايك وتحكميه كده زي العاده؟ الله يسامحك، تصدقي انا غلطانه ان انا كلمتك اطمن عليكي. بصي يا دينا، يعني برغم هرموناتك المتغيره اللي بهدلتنا معاها، انت بجد اقرب حد ليا واكتر حد برتاح معاه في الكلام.
انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. ربنا يخليكي ليا يا رب. يريح قلبك. بقول لك ايه، شكل ماما قلقت. اقفلي تصبحي على خير. للدرجه دي وحشتك؟ ايه الزن ده كله؟ سيف، هو انت عايز مني ايه؟ عايز منك إيه؟ انت مجنونه يا بنتي. انت مش النهارده قاعده تكلميني وانزل لي بسرعه وفضي لي نفسك طول اليوم؟ لا يا سيف، اقصد في العموم، انت عايز ايه من علاقتنا دي؟ انا مش عايز حاجه، احنا اصحاب. امال ليه كل مره افكر حتى بس ان انا ابص لحد تاني تقوم فجاه متشقلب عشان افضل مركزه معاك؟ مين ده؟ انا يعني انا دلوقتي لو قمت كلمت عز مش فجاه هتتغير وتغرقني في بحر الاهتمام؟ هو رجع يكلمك تاني؟ بص انا بقول ايه وانت بتقول ايه. سيف، انا عايزه اتجوز، هل انت جاهز لحاجه زي دي؟ لا احنا اصحاب، انا مش وعدك بحاجه ولا ضحك عليكي في حاجه. صح. بقول لك يلا نروح نسهر. عندي مكان جامد قوي، تعالى نروح نسهر فيه. سيف، امسح رقمي لان انا هعمل لك بلوك. اطلق بقى الشيك وحاسب عليه. كدب عيني كمان وخيانه. انا شفت كل حاجه وعيشه كلها غش، ما فيهاش حاجه واحده بس حقيقيه. وعرفت كل حاجه. انا ما اعرفش انا عملت كده ازاي. لا انت بقيتي تبعدي عن صحابك. انا اللي محتاجه افهمه بجد. لا انت بقيتي غريبه قوي. ازاي قدرت تعمل فيا كده؟ انا ما كنتش بعمل اي حاجه غيرك، انا كنت حاطه حياتي كلها تحت رجليك. ايه ده؟ انت ما نمتيش ليه؟ مامي، انا زعلانه من تيتا ليه يا روحي؟ عشان زعقت لبابي جامد. مامي، هو بابي عمل ايه عشان كلكم زعلانين منه؟ هو ما عملش اي حاجه خالص. وبعدين عارفه انت عندك احلى اب في الدنيا، فمش مهم بقى مين زعلان منه، انا ولا تيتا ولا اي حد، مش مهم. انت بس حبيه على قد ما تقدري. طب هو هيجي امتى؟ عشان انا خايفه. تيتا بتقول مش هنعرف نعيش من غيره. احنا كده هنموت يا مامي. تعالي. لا يا روحي مش هنموت، بالعكس هنعيش وهنبقى مبسوطين قوي، وهتشوفي باباكي زي زمان. كل حاجة هتبقى أحسن من الأول، والله العظيم كل حاجة هتبقى أحسن من الأول. متخافيش، ما تقلقيش خالص. ننام؟ هترفسي؟ يلا تعالى. هو ده الموبايل اللي كان ضايع منك؟ ولقيته. انت فتحته كمان؟ الحمد لله ان انا كمان لقيته، عشان امشي من هنا وانا ضميري مرتاح. يا شيخه ده انا شكيت في كل حاجه حواليا، ده انا شكيت في نفسي. بس انا غبي قوي، مفيش حد ليه مصلحه ان نهله تعرف غيرك انت، ومع ذلك ما جيتيش في دماغي برضه. وانت بقى بترتبي الكل ده، ما فكرتيش النهايه هتبقى عامله ازاي؟ استفدت ايه يا بنتي؟ ده انت خسرتي كل حاجه. انا اللي قلت لها، وما كنتش هرتاح غير لما هي تعرف. كنت عايز ايه؟ اتفرج عليك وانت كل مره تتحجج معايا بحجه شكل؟ بتراعي مشاعرها ومشاعر امها ومشاعر بنتك، وانا مشاعري ملهاش عندك اي اعتبار. كنت متخيل ايه؟ مش هعرف اخد حقي؟ على فكره يا امجد، انت مش مظلوم ولا ضحيه، كل حاجه وليها تمن. ادفع بقى تمن اللي انت عملته معايا ومعاها. هدفع وهترجع لي وهتسامحني. عارفه ليه؟ عشان هي شبهي، لايقه عليا زي ما انت قلتي، مش شبهك انت خالص. نهله ده انضف منك 100 مره. بس انا اللي عايز اشكرك، انت خليتيني اعرف انا بحب مراتي قد ايه، واكدتي لي ان انا ما اقدرش اعيش يوم واحد من غيرها. انا مش عايز اشوف وشك تاني. صحيح انت طالب ال3.